السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم هذا الجاطو البنين والرائع، وايضا يقطع كمية كبيرة وننجمو نديرو به اشكال متعددة كما راكم تشوفوا. غير من عجينة واحدة درت 3 اشكال. يعني بنفس لافاغس وبنفس المكونات. درنا هذا الانواع تاع الجاطو اللي راكم تشوفوا فيهم، والتزيين تاعهم سامبل، يعني زينتو غير بخطوط هكا بالشوكولا. تزيين يبقى اختياري لكم، تنجموا تزينوها باي يعني اي حاجه تكون عندكم، والحشو ايضا اختياري. انا هنايا درت لكم حشو بنين 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 بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنايا راني نحل معاكم حبة هكا باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. جا رائع، مام لوغو تاعو شباب بزاف، ان شاء الله تجربوه في هذا العيد ويعجبكم. نروحوا للمقادير. هنايا درت 250 غرام تاع مارغرين، يعني نص باطة تاع او نص علبة تاع مارغرين، تكون بدرجة حرارة المطبخ كما تعرفوا، لازم تكون طرية. هنايا درت كاس ناقص اصبع تاع سكر غلاس، يعني كاس ناقص اصبع سكر غلاسي. درت نصف كاس تاع الزيت، هنايا الزيت عند الخط تاع كاس وليد. درت هنايا قرصه تاع ملح، ملعقه صغيره تاع لافاني. هنايا الحاجه المليحه في هذا الكاطو اننا نديرو كامل المكونات مره واحده ونخلطو. هنايا بديت نضيف البيض، درت 3 حبات بيض كاملين، يعني الصفار والبياض. والحبه الرابعه نفصل الصفار على البياض، ندير فقط الصفار ونحتفظ بالبياض. هنايا بعد ما حطيت كامل المكونات في هذا الاناء، نجيب الباتور تاعي ونبدا نضرب. انا مداري ندير في البيتخان، بصح كي راني نصور بغيت نوري لكم هكا يعني كميه قليله باش جربوه وان شاء الله ينجح معاكم. درت غير بالباتور، ما بغيتش ندير في البيتخان. هنايا بالباتور بديت نضرب حتى تحسوا يعني الخليط تاعكم مجمد صاي، ولا هذا هو القوام تاعه. شوفوا القوام كيفاش ولا ابيض ولا جامد. هنا نجيب ربع ملعقه كما راكم تشوفوا تاع خميره كيميائيه ونخلطها مع هذوك المكونات، ومن بعد نبدا نضيف في الفارينات تدريجيا. يعني نضيف الفارينه غير بزوج ملاعق هكا باش ما تغلبناش ما نشفوش العجينه تاعنا، سورتو الا كانت الفارينه تشرب. دائما ننصحكم انكم تضيفوا الفارينه تدريجيا هكا باش ما نشفوش العجين تاعنا ونحصلوا فيه. هنا بديت نضيف الفارينه كما راكم تشوفوا غير بالملعقه، ونضيف ونخلط باليد اليمنى يعني ونشوف العجينه تاعي لا راهي مليحه باليد اللي تكون نقيه، اي اليد اليسرى. هنايا كما راكم تشوفوا تلمت لي العجينه تاعي، بقات لها حاجه قليله برك من الفارينه وتولي مليحه. شوفوا الكميه اللي قطعتها لنا، هذيك 250 غرام تاع مارغرين قطعت لنا كميه يعني لاباس بها. تنجموا ديروا منها عده اشكال، يعني تنجموا تخدموا منها حتى لي صابلي يخرجوا روعه روعه. كما تعرفوا الصابلي اللي نضيفوا له الزيت يجي خفيف احسن واحسن من الصابلي تاع المارغرين وحدها. انا صراحه يعجبني الصابلي اللي نضيف له الزيت يجي خفيف. هنايا جبت العجينه تاعي بعد ما ارتاحت حوالي نصف ساعه. جبت لي مول تاعي اللي غادي نخدم بيهم. هنايا جبت هاد لي مول تاع الجزيريات، بديت ندير فيهم هاد لي طارتولات. هنا ما تدهنوا لي مول تاعكم، ما تخافوا العجينه تلصق لكم، راحين تشوفوا النتيجه كيفاش يتنحاو بكل سهوله بلا ما تدهنوا لي مول تاعكم ويجوا فارغين، يعني كيما تخدموهم كيما يجوا. ما تخافوش كامل يطلعوكم، ما تثقبوهم بالفرشيطه ما والو. هنايا شوفوا هادو لي مول الصغار، ديروا حبه مع حبه تلاصقوها يجوا روعه روعه روعه.
مام درت هذوك المدورين درتهم في المول تاع السيليكون. هنايا يعني الفيديو اللي صورته تاع المول تاع السيليكون راح لي، بقاو لي غير هذا تاع لي طارتولات، وهاد لي طارتولات الصغار كامل يجي الشكل تاعهم شباب بزاف. درت قلت لكم في المول تاع السيليكون عادي، درت العجينه يعني كيما راني نخدم هكايا درتها في المول تاع السيليكون. جاو هذوك المكورين جاو تاني الشكل تاعهم شباب، برك يدو كميه يعني من لافارس ماشي كيما هادو يدو كميه قليله. المهم نكمل كامل الكميه تاعي بهذه الطريقه، سورتو الا كان عندك بزاف هذا الليمون اللي يعني راح تكمليهم في رمشه عين. انا كانت عندي كميه كبيره من هاد الليمون، كملتهم يعني مره واحده وطيبتهم خطره واحده. هنايا بلا ما توزنوا العجينه تاعكم وتضيعوا الوقت ديريكتومون ديروا ولا كان خاصكم العجين تعاودوا ترفدوه وتضيفوه عادي. يعني وصفه سهله 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 وناجحه 100% وما تعبش تاني، ما فيهاش بزاف تاع نجيق. المهم نكمل كامل الحبات تاوعي ونديرهم في السني او البلا اللي يدخل للفرن. نكون سخنت الفرن تاعي على درجه حراره 180. دائما نسخن الفرن تاعي قبل ما نطيب الكاطو هكا باش الكوشه تاعي ما تشربليش هذاك الكاطو وينشف ويبس ويجينا يابس. هنايا شوفوا اني كملت الكميه، هنا برك صورت لكم نصف الكميه. المهم كملتها وطيبتها. شوفوا الشكل تاعها. هنايا تقدروا تحمروهم اكثر من هكا اللي يبغي الكاطو حمر. انا درت النصف حمر والنصف شويه يعني جاي للدوغي، ماشي صفر وماشي يعني حمر، جاي شويه دوغي. مام هادو شوفوا كيفاش يتنحاو بكل سهوله. هنا الكاطو راه سخون وراني نوري لكم فيه، شوفوا كيفاش يتنحاو، شوفوا كيف يجوا فارغين من الداخل. هاد لا غوسيت رائعه رائعه رائعه، ان شاء الله تجربوها في هذا العيد. مام الكاطو تاعها يجي خفيف يعني ما يجوش هكا تقال تحسوهم تقال. هادوك تاع اللي نخدموهم غير بالمارغرين يجوا شويه تقال، بصح هادو كي نضيفوا لهم هذاك شويه تاع الزيت تجي العجينه تاعهم خفيفه وتجي مام لو غو تجي شابه. هذه هي الكميه اللي قطعها لي كامل هذيك العجين، قلت لكم كميه لاباس بها. شوفوا الكميه رائعه، يعني انا ما حسبتش الحبات ولكن تقطع كميه لاباس بها. تقدروا تحسبوا يعني هذه هي الكميه اللي قطعتها لي. كما قلت لكم كاين اللي حمرتهم وكاين اللي خليتهم هكاك بويض. شوفوا هذا هو الشكل تاعهم وهذه هي الكميه اللي قطعها لي هذيك العجينه. كما قلت لكم كميه لاباس بها. هنا بالنسبه للعفاخس جبت هنايا البيمو قاطو بيمو عادي، اطحنته، جبت شويه لوز حمصته في الفرن وطحنته. شوفوا هذا النسل اللي راني نخدم به هذا هو اللي خدمته في الدار، رائع يعني احسن من اللي تشروه من برا ب100 مره. خدمته في الدار ونخدم به بزاف الطلبيات تاوعي، يعني يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه وتعتمدوه وهكا توفروا شويه. هنايا راني رايحه نعمر برك نصف الكميه، ما عمرتش كامل الكميه تاع الكاطو. درت غير نصف الكميه هكا نوري لكم كيفاش تعمروهم. هنايا جبت هذيك العفاخس اللي خدمتها باللوز والبيمو والنسلي فقط. كما قلت لكم هنا لافارس تبقى اختياري، انا بغيت ندير هذه تجي بنينه بزاف وندير يعني النصف تاعها نعمرو بهاد لافارس والنصف نعمرو بالشوكولا اتارتيني. ديروا اي نوع، انا تعجبني بزاف هذه تاع المرجان تجي بنينه. هنا نعمر نصف الحبه والنصف الاخر بهذيك لافارس ونبلعها عادي. شوفوا الشكل تاعها يجي روعه، ما تجي الحبه صغيره وظريفه. كي نديروا لها الشوكولات تزيدها يعني بنه على بنه. ان شاء الله تجربوها في هذا العيد لما لا وتعجبكم ان شاء الله وتعتمدوها.
هنا انا نكمل كامل هذوك الحبات تاعي بهذه الطريقه. نبدا نعمر. تنجموا تعمروا يعني حبه بالشوكولا وحبه بلا فارس، ولا تعمروا كامل الكميه تاعكم، يعني تعمروا النصف تاعها بلا فارس والنصف بالشوكولا كيما درت في المرحله الثانيه، وتبداو غير تلصقوا. يعني هذه الطريقه سهله هكا احسن. ساعدتني بزاف وبديت نلصق فيهم. وهذا هو الشكل تاعهم قبل ما نقلاصيهم. يعني تنجموا هنا في هذا المرحله تحبسوا، يعني ما ديروش الشوكولا يجوا حلوين. وراني دايره السكر في لاباط، ولا فارس تاني راه فيها السكر. تنجموا في هذا المرحله تحبسوا ديروا غير خطوط بالشوكولا وتزينوها هكا من الفوق، يعني بحبه قرقع او حبه لوز، لكم الاختيار. ولا تنجموا تقلاصوها بالشوكولا كما درت انا. هنا بالنسبه هذوك لي طارتولات هنايا عمرتهم بالشوكولا اتارتيني من التحت، ومن بعد زدت لهم شويه نيسلي من الفوق، وايضا درت من هذيك لافارس اللي بقات لي درتها من الفوق، ومن بعد درت لهم الشوكولا من الفوق. هنا قبل ما ديروا هذا النيسلي ديروا الكاطو تاعكم في الكونجيلاتور حتى هذيك الشوكولا تشد روحها شويه باش ديروا لها النيسلي من الفوق. هنا كاين حبات درتهم غير بالنيسلي فقط، وحبات درتهم بهذيك لافارس اللي صنعتها معاكم. ومن بعد نخليهم هنا ايضا ندخلهم للكونجيلاتور يعاودوا يشدوا رواحهم شويه باش ندير لهم الشيكولا من الفوق. وهنايا ننصحكم هذوك لي طارتولات قبل ما ديروا لهم الشوكولا لازم الشيكولا تاعكم تضيفوا لها الماء هكا باش ما تجيكمش يعني ما تجيكمش ناشفه بزاف. بالنسبه للكاطو هذا تاع كوكياج مدور ما تضيفوا لها ولا شيء، يعني فقط قطرات تاع زيت هكا باش تولي تلمع معكم وتجيكم خفيفه. ولكن هذوك لي طارتولات نفضل اني دائما نضيف للشوكولا تاعي الماء ونبدا نخلط حتى تولي خفيفه هكا باش ما تجيكمش قاصحه من الفوق. ونكمل نقلاصي كامل الحبات التاوعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا يجوا ساهلين في الكلاصاج. استعملت هذاك الساشي ونبدا نحط في الحبات التاوعي، والتزيين من الفوق يبقى اختياري كما تبغوا نتوما. شوفوا الحبه كيفاش تجي روعه. هنايا ما بغيتش نكمل كامل الفيديو كيفاش ديروا الشوكولا، يعني كامل تعرفوا هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وان شاء الله تجربوها ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. بقوا على خير.